من الاساس ضد ترشحه على ارضيه حزبيه. احنا من الاساس احنا مش عاجبنا الحقيقه ترتيبات الحياه السياسيه اللي موجوده الان، نرى انها تفتقد لكثير من الشرعيه ومش عجبانا، وعايزين نغير المنظومه ديت، ومعركتنا هي معركه الدستور، هي معركه تعديل قواعد اللعبه بمعنى حتى وان كانت هذه القواعد لا تسمح لكم بالدخول من اساسه. بتكلم على مواد دستوريه لها علاقه بالترشح. تتعدل بمعنى تتعدل ان شاء الله. تتعدل ان شاء الله البساطه اللي قالها او قال بيها تتعدل استاذ عبد الرحمن يوسف يحسسك كده انه مصر بتتشال وبتتهبد عشان تتعدل ماده واحده، ومش عارفين من ساعه ما اقرت باستفتاء. انا اعتقد انه هناك شيء جديد في مصر سيتضح خلال اسابيع او شهور، يراه من يراه ويتعامى عنه من يتعامى، ولكن في حاجه جديده بتحصل في البلد احنا رصدناها ومتأكدين إن شاء الله إنه في تغييرات كبيرة جدا ستحدث في مصر، يأبى من يأبى ويشاء من يشاء.